وادي الخروب هذايا حكايه. علاش؟ على خاطر هما 3 اخوات برمضان واخت، عندهم 2 اخوات نساء، واحده قعدت مرت محمد حسان والاخرى مشات مع اخواتها الرجال 3 في وادي الخروب. هذوما محمد حشاد الكبير، محمد برمضان الكبير فيهم، هاجر من قرقنة إلى سوسة باش يلوج خدمة ويعيش، فدخل يخدم في البرد، جاب اخواته الكل معهم وأسسوا لحومة القراقنة لوادي الخروب في سوسة، وهي من أكبر اللحوم المعروفة إلى حد اليوم. فمنهم أحسن وهو الصغير، وأحسن هذا راجل أعجوبة معناها اللي أنا تعرفت عليه بعد برشا، حكيت معه برشا وكل شيء عجيب. الإنسان هذاك كتونسي كإنسان مش قاري، ولكن قديش كان متطور، قديش كان متاع عصره، ولكن عنده معناها محاسن ياسر حلوين ياسر. فطلع القرقنة وهز بنت ولد أخته. ايش عنده ولد أخته؟ عنده شاشية، عنده كدرون متاع قرقنة، وعنده صندال، وعنده قفة فيها شوية حوايج وفيها سيرتفيكا وكهم. فالصورة هذه ليكم انتوما ولكل ولاد تونس يلزم عمره ما ينساوها. علاش؟ على خاطر تصويره عليه سكانير، هذا هو في عام 29 خارج من قرقنة باش ياخذ فلوكة ويطلع لسوسة، بعد 22 سنة يخطب في سان فرانسيسكو في أمريكا. شنو اللي حصل؟ شنو اللي صار لهذا الإنسان التونسي الشمال أفريقي العربي المسلم الأفريقي اللي ما عنده شيء إلا روحه، إلا راسه، هذه قوة الذات، إلا الذكاء، إلا قوة الذات وقوة الإيمان. هذا أكبر درس يلزم يدرس في كل المدارس. من التصوير هذه خرجت كلمة أحبك يا شعب. من هذا شنو اللي حصل؟ معناه تبنى إنسان راجل أصبح مرجع شعب كامل. فلذا مش الكل، هو مش شعوب كامل الحق، هو شعوب كامل ومش شعب كامل برك، لأنه ثم فيهم الخونة مع الأسف بعدد كبير، أما هذاك موضوع آخر. أما هذايا أنا الصورة على التاريخ اللي تبناه، التاريخ العظيم. فالصورة هذه أنا نحبها ياسر عندما اكتشفتها، لأنه نصور أنا بيتي نصور، نحب التصوير، فلذا صورت هذه الصورة هذه وعلقت في ذهني، وبنيت منها القوة متاعي اللي كتبت بها اللي كتبته. على خاطر عندما تكتشفها تحس بروحك صغير بالكل، صغير بالكل، لأنه معجزة. كيفاش التصوير هذيك وليت فرحات حشيد اللي نعرفها، وكيفاش معناه إنسان حامل، الطفل هذاك حامل في نفسه في ذاته معناه مصيره هو مصير دولة ومصير شعب كامل، وشعوب كاملة كما قلت. لأنه نذكر حتى في بين قوسين بعد اغتياله في المغرب وفي الجزائر وفي مصر انتفضوا كله. فلذا اللي زاد عليه في تكوين الذات متاعه هو حسن برمضان، لأنه علموا الصبر، خاصة الصبر.
بالضبط. هذه أكبر سلاح باش هذا تسمحوني نعاودها برشا مرات، لأنه هو كان مكتشف آلة سلاح الصبر، سلاح، وكان يقول فيها ويردد فيها يوم الخير، واللي نحن واحنا صغار في البحر صبوركم صبوركم، وكانت تقول ام الخير ما كنتش فاهم مش يحب يقول، وهو عنده كل معنى يحب يوصله، كل رسالة يحب يوصلها، وهذا احنا خلينا نكتشفوه ايضا في حاجات نتاعو هو اللي ما كناش نعرفوها. فهذا انا وصلت نتيجة انه تعلمها على حسن بن الله. فالقرب نتاع حسن نهارا وليلا خلاه بعد عام تقريبا، وقت له وصل عمره 16 سنة، عام 30، وحسن بن رمضان كان يخدم في إدارة الأشغال العامة في سوسة اللي هي موجودة في شارع بورقيبة. كان في جنب الباب الشركة متاع ستاس اللي هي شركة نقل تاع الساحل، اللي هو ملكها واحد يهودي تونسي، ويملك فرد وقت جريدة البسيمتان، فرد وقت. فيمشي الغادي كل يوم حسن بن رمضان، يا أخي نهار من نهاراته فرحات قاعد عنده في الدار ما يعمل شيء، فنهار من يسكن عنده، فنهار من نهارات مشى هزوا لبسوا مليح هكا شوية، كسبوا شوية، ومشى دخل هو وياه في الباب هذا، دخل في الباب جاء الراجل في السؤال قال له من فضلك مش نقابل المدير. دخلوا قال له عندي ولد اختي هنا معايا، ممكنش عندكش خدمة لي اكتب فيه. فرحات كان وسيم وكما يقولوا جميل، ترتاح له بشوش. علاش؟ خاطر هذا عنده يحب ولا يكره البعض اللي نسميهم انا اصحاب العقد، عنده عين يزرق. اي ايش نعمل؟ ربي خلقه ما خلقوش عبد وحده، وربي خلقه العين يزرق. وفي الوقت هذاك كيما عند بورقيبة العينين الزرق سلاح زادة ضد الاستعمار، على خاطر هما ما يجيهم عجب كيفاش يقاوموا فينا هما عينيهم زرق. عينيهم زرق اشترى الزريعة عينيهم زرق على خاطر بربر، والتوانسة والتوانسة على الأقل ثلث ولا عينيهم زرق على خاطر بربر زاد، وتراك والقرطاجي وغيره. فلذا هذا خاصية إيجابية من خواص الشعب التونسي، فخذاه إيميديتمون. وهنا اللي كتبوا على فرحات بعد لموت، بعد توفى، بعد قتلوه، برشا من الاشتراكيين الفرنسيين اللي هما متشبعين بك الفكر العمالي، اللي العمالي يلزم الميزيريا، يلزم كلام ما شاء الله، فبداوا يلوجوا له شيء الخدمة الأولانية اللي صبغته بالصبغة العمالية ماضية ظافرين اللي هي معتبرة في فرنسا. فولا يردوا اللي هو عمل دوكير في كذا، خدم في الديار، حصلوا خرجوا له 20 خدمة في الجرايد في وقتها عندي الكل، ولكن كله غلط. كما قلت لكم خرج من قلقنا، مازال عمره ما رجع حتى بلاصة إلا في سوسة، ثم خالوا هزوا الستاس، ثم دخل يخدم في شركة النقل بالسيرتيفيكا نتاعو، وبيه هو دخلوا يقص التساكر في الكيران، طلع في الكار يقص التساكر كونفوير، وقعد يخدم غادي.